أعزائي وأحبائي كل مشاهدي قناة الفتح اليمنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تأخذكم قناتكم الحبيبة إلى بستان من بساتين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كي نقطف من بعض الثمار والأزهار من موائد رسول الله صلوات ربي عليه وآله وصحبه وسلم. فهيا بنا إلى مجالس الذكر. اخترت لكم عنوان مجالس الذكر بما جاء في مسند الإمام أحمد عن مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أي أن مجالس الذكر مجالس يذكر فيها الله ورسوله. قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الآن نأخذ بعض الأحاديث في فضل شهر رمضان. نبدأ بالحديث الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم رمضان، أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك. الحديث في كتاب الصيام للإمام النسائي، رواه الإمام النسائي في سنن النسائي، ورقم الحديث في سنن النسائي 2105. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. حكم الحديث صحيح. نأتي إلى الحديث الثاني في فضل شهر رمضان. أتينا إلى الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. الحديث رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم، رقم الحديث في صحيح البخاري 1914. حكم الحديث صحيح. ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيح مسلم في كتاب الصيام، رقم الحديث 1082. نأتي الآن إلى الحديث الثالث في فضل شهر رمضان. عن صلة قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصرية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم، قال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حكم الحديث صحيح. رواه الإمام النسائي
في سنن النسائي كتاب الصيام رقم الحديث 2187، وأنا أحفظ رقمه بفضل الله عز وجل. دمتم ودامت قلوبكم وبيوتكم عامرة بذكر الرحمن وبالإكثار من الصلاة على النبي العدنان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.